السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايه لكم النهارده بحلقة جديدة مميزة جدا. تخيل معايا كده لو جيت في يوم من الايام وسمعت حد بيقولك انت فاشل، عمرك ما هتنجح. كلمة قليلة صح؟ بس الأغرب من كده إن الكلمة دي اتقالت لشخص غير وجه البشرية كلها. شخص كان زمان بيتقال عنه إنه غبي، ودلوقتي اسمه محفور في التاريخ كواحد من أعظم العقول على مر العصور. مين هو؟ العالم ده هو ألبرت أينشتاين. تعالوا نرجع بالزمن ونشوف ازاي الفاشل في المدرسة بقى أسطورة العلم. اتولد أينشتاين سنة 1879 في ألمانيا. من أول لحظة في حياته كان مختلف. معظم الأطفال في الطبيعي بيتكلموا في سن سنة أو سنتين، لكن أينشتاين ما نطقش ولا كلمة لحد ما بقى عنده 4 سنين. تخيل قلق أهله وقتها، هو الولد ده فيه مشكلة ولا إيه؟ ولما بدأ يتكلم كان عنده عادة غريبة، بيكرر الجملة بصوت واطي كأنه بيفكر فيها تاني وتالت، كأنه دماغ شغال في عالم خاص بيه. هو مش غريب، هو بس كان سابق. دخل المدرسة وبدل ما تكون مكان للعلم بقت سجن لعقله الحر. ما كانش بيحب الحفظ الأعمى ولا بيستعمل الأسلوب التقليدي، كان بيحب يسأل ليه وإزاي. لكن المدرسين كانوا شايفينه مزعج وبطيء الفهم. تخيل مدرس يقول لطفل صغير انت مش هتطلع حاجة في حياتك. جملة زي دي كانت ممكن تكسر أي حد، لكن مش أينشتاين. في يوم من الأيام بابا جاب له بوصلة صغيرة. أينشتاين وقف يتأمل فيها، عينه متسمرة على الإبرة اللي بتتحرك لوحدها. القوة الخفية اللي بتحرك الإبرة دي. السؤال البسيط ده كان مفتاح اللي فتح له بوابة لعالم من الأفكار اللي ملهاش نهاية. هنا فهم حاجة مهمة، المدرسة مش هي المقياس الحقيقي للذكاء. الفضول والشغف وحب المعرفة هما السر. اتخرج وملقاش وظيفة في أي جامعة، حتى بعد كل ده محدش كان شايف إمكانياته. اشتغل موظف عادي في مكتب براءات اختراع، بس جواه كان في بركان علمي بيغلي. كان بيخلص شغله بسرعة ويرجع يغوص في عالم المعادلات والنظريات. وفي يوم كتب بحث علمي قلب الدنيا رأسا على عقب، نظرية النسبية. فجأة العالم كله وقف قدام عبقريته بانبهار. الولد اللي كانوا بيقولوا عليه فاشل بقى أيقونة للذكاء البشري. القصة دي مش بس عن أينشتاين، دي عنك. مش لازم تكون متفوق دراسيا عشان تكون ناجح، مش لازم تمشي على نفس الطريق اللي ماشي فيه الكل. النجاح الحقيقي انك تلاقي شغفك وتؤمن بنفسك وتكمل طريقك حتى لو الكل قال انك مش هتوصل. وزي أينشتاين ما قال، الخيال اهم من المعرفة، لان المعرفة محدودة لكن الخيال ملوش حدود. فلو حد قالك في يوم من الايام انك مش هتنجح، ابتسم، لانك ممكن تكون عبقري اللي لسه العالم مستني يشوفه. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لنا أفكار ننفذها الحلقة الجاية. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل حكاياتنا المشوقة. استنوني في الحلقة الجاية من الحكاية بتقول ايه، لأن دايما ورا كل حكاية درس، وورا كل فشل بداية لعبقرية جديدة. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.